على ضوء التسريبات اللي حصلت امبارح واول امبارح في نقطه مرعبه جدا كل الناس لازم تاخد بالها منها، لان دي بقى الفرق ما بين الحياه والموت في المستقبل. اللي حصل ان احنا في فتره الجائحه بدا يبقى في كلام كتير على التطعيمات، وان قد ايه اللي مش هيطعم ده هيحصل له ايه، والاعلام عالميا كان متحكم فيه انه يطلع رساله موحده بتزق الناس على التطعيم وتخوف الناس من كل حاجه ممكن تحصل، وترتب عليه ان الدول بدات ان هي تحجم على الناس انك انت مش هتعرف تعمل اي حاجه في اي حاجه ولا تخرج من بيتك الا لما انت تاخد التطعيم. ترتب عليه ان الناس كلها اخذت التطعيم، او اغلبيه الناس الا قله قليله شغلوا دماغهم كده وقال لك لا يا باشا انا هقعد في البيت. ماشي هقعد في البيت. سنه كامله ناس اتحبست في البيت بسبب ان هم مش عايزين ياخدوا التطعيم. تعال بقى نجري الشريط لقدام شويه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ الناس اللي ما اخدتش التطعيم انا بالنسبه لي هم دول الناس اللي كانوا عارفين يفكروا صح. قبل ما اخد التطعيم انا سالت ناس كتير جدا، كانت اجابات الناس كلها بتتراوح حوالين طبعا الطعم دي حاجه مهمه جدا ولازم، وما بين ان هو بنسبه كبيره جدا هو ما فيهوش مشكله. هم عرفوا المعلومات دي منين؟ عرفوا المعلومات دي بناء على المعلومات اللي كانت متاحه لينا ومنشوره لينا ساعتها، اللي هي ممكن تكون كانت معلومات موجهه. دلوقتي بقى من السهل جدا عن طريق السوشيال ميديا والمنصات المختلفه ان انت تتلاعب بشعب كامل، تخليهم يعملوا اللي انت عايزه، اللي هو ممكن يكون فيه ضرر ليهم. هل في ابحاث مثبته على اللي انا بقوله؟ لا، حتى هذه اللحظه مفيش اي ابحاث مثبته تثبت اذا كان ده بالايجاب او بالسلب، بس لما تبص حواليك هتفهم.